السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا، يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. رايحة فين يا سمسمة؟ رايحة اهو، بص ماما بترن عليا. رايحة لماما علشان ميعاد الدكتور بتاعها النهاردة. كان طالب منها تحاليل وكده عشان يطمن على صحتها، هنروح له بقى النهارده، يعني ميعادنا كده النهارده. فبإذن الله خير، بإذن الله تحاليلها تبقى مظبوطة، بإذن الله كل حاجة تبقى مية مية. خليكم بقى معايا عشان نشوف يومنا شكله ايه. يلا بينا كالعادة كالعادة كالعادة. مش هتورينا هدومك يا سمسمة؟ نفس الشميز اللي كنت لابساه المرة اللي فاتت. تملي كده بخرج من الباب من الشقة، بسيب النور كده والع، نور الطرقة يعني، عشان انتوا عارفين، عشان القطة كده ما تبقاش قاعدة في الضلمة تتضايق. يا الله يا مسهل الحال والأحوال يا كريم. يلا بينا يلا بينا. الساعة كام دلوقتي يا سمسمة؟ مش عارفة، تقريبا 7 أو 8. الساعة 7 أو 8، بس الجو جميل. هاي، وصلنا اهو للدكتور. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الناس كلها بتصور، يعني الدكاترة اما نيجي نسأل الدكاترة، يعني باجي أسأل الدكتور أقول له يا دكتور قول لنا الحالة، قول لنا أي حاجة، بيقول لنا. بس أول مرة أخش الدكتور أقول له ممكن يعني أصور حضرتك ونعرف كده حالة مامتي كده، عشان الفانز بتوعها يطمنوا. آسف جدا جدا، معلش آسف جدا ما بتصورش. قلت له طب خلاص بالراحة على نفسك شوية. بس هو دكتور ممتاز يعني ما شاء الله، يا رب كده يجعل الشفا كده على ايده باذن الله. يا ماما الحمد لله بقى، طمنا على ماما. الحمد لله ماشيه معايا، ماسكه التحاليل في ايديها، وانا برضو طلب مني اعمل كده شويه تحاليل. يا مسهل الحال. طبعا حبايب قلبي مشينا من عند الدكتور وروحنا على البيت عند ماما. طبعا ما قدرتش ان انا اسيبها في اليوم ده خالص، لاني طبعا كان الضغط عندها عالي جدا، وكان لازم طبعا اطمن عليها. فبيت معاها اليوم دوت. قمت تاني يوم زي ما انتوا شايفين كده، قلت اما افتح كده الشبابيك وادخل الهواء وادخل الشمس واخلي كده البيت ريحته حلوة فلة شمعة منورة. ابتديت كده امسك حاجة في ايديا وافضل انفض التراب اللي موجود، طبعا كان على الشباك وكان على الانتريه. طبعا انتوا عارفين انا عند ماما المكان نظيف على طول وايدينا فيه على طول، وكمان هي كمان بتجيب حد ينظف برضو المكان، علشان ممكن اكون انا مثلا تعبانة في يوم، مشغولة في حاجة في يوم، رحت مشوار وما قدرتش طبعا اروح لها. الكلام ده طبعا كله وارد. فبحكم انها في اول دور يا جماعة، يعني الدور الارضي، فانتوا عارفين الدور الارضي والشارع قريب طبعا من الشارع، والولاد طبعا اكيد بتسمعوني في لايفات كتير وانا قاعدة وصوت الولاد بتلعب كورة في الشارع، فكل ده بيدخل طبعا تراب على البيت، لان احنا مش من النوع اللي احنا ممكن نقفل الشبابيك على طول ما بنفتحهاش، لا احنا بنحب نفتح الشبابيك والازاز والستاير، بنحب نهوي على طول كده يوميا. وماما ما بتحبش تقعد في نور الكهرباء طول الوقت، لا بنحب كده نور ربنا يدخل البيت وينوره ويغير كمان مود المكان، ريحة المكان، جو المكان. اخدين بالكم انتوا؟ عايزة اقول لكم مهما جابت ماما اي حد عاملة يعمل البيت او ينظفه، عايزه اقول لكم انا بيبقى ليا لمستي الخاصه، والله العظيم بدون غرور، بجد بجد زي ما بقول لكم كده.
انا بعرف يعني التنظيف العميق. اي حد ماما بتجيبه او احنا بنجيبه، عايزه اقول لكم بينظف كده من على الوش خالص. يعني مثلا لو الترابيزه اللي انا بجرها كده، اما حد بيجي ما بيجرهاش خالص، بينظف كده من على الوش. وماما بيني وبينكم بتبقى عايزه ايه؟ تخلص بسرعه، يعني عايزه اللي بينظف ده يبقى على طول ينظف ويمشي. بس انا طبعا كبنتها عادي ممكن اكون بنظف تسيبني وتخش مثلا تنام كده، انما اي حد تاني غريب طبعا ما تقدرش ان هي تسيبه في البيت لوحده وتخش مثلا تنام تريح. انتوا عارفين طبعا الدنيا ما عادش فيها امان، وما ينفعش طبعا ان احنا نطمن لاي حد كده بسهولة. الناس اللي بتسألني انتوا ليه بتسيبوا ماما لوحدها؟ معقولة ماما بتبات لوحدها؟ معقولة يا حبايب قلبي، انا مع ماما على طول، معاها في البيت. لو مش معاها في البيت، مع بعض كده على التليفون على طول فيديو كول. هي عندي لو انا ما رحت لهاش، يعني بمعنى اصح احنا مش بنسيبها خالص. احنا بيني وبين ماما من بيتي لبيتها 10 دقايق بالظبط. وانتوا طبعا عارفين ان ماما ساكنة في منطقة شعبية. عارفين يعني ايه منطقة شعبية؟ يعني الناس كلها اهل، كلهم مع بعض، كلهم واخدين حس بعض. لو حد غاب مثلا في يوم يخبطوا لو ما شافوش، بمعنى اصح لو هي مش واقفه في البلكونه، مش فاتحه باب الشقه مثلا، بتجيب حاجه، بتكنس مثلا قدام باب الشقه، فبيبقى طبيعي الجار بيحس بجاره سواء موجود في المكان او مش في المكان. واخدين بالكم؟ فلو يوم طبعا حسوا اني ماما مثلا ما لهاش حس، ما فيش صوت، ما فيش حتى صوت تلفزيون مفتوح، ما فيش صوت القرآن اللي هم متعودين عليه وهم نازلين وطالعين مثلا سامعينه، واخدين بالكم؟ بيسألوا عليها فورا وبيخبطوا على طول، بيشوفوا الدنيا فيها ايه. لو مش موجودة مثلا في البيت وقافلة الشقة ولا حاجة، قاعدة عندي، هي بره في اي مكان، بيتصلوا، ممكن ارقام تليفون كمان معاهم وارقام تليفوناتهم برضو معانا، بيتصلوا برضو ويطمنوا. الحمد لله طبعا ماما محبوبة من الجميع ومن جيرانها ومن كل الناس الحمد لله. طبعا لازم تكون علاقتك حلوة بالجيران طبعا، لاني بيقولك قبل ما تختار الدار اختار الجار. واخدين بالكم؟ فالنبي وصى على 7 جار يا جماعة، واحنا الحمد لله جيراننا ما شاء الله عليهم ناس زي الفل، زي بيقولوا كده زي البرلنتي الحلو الصافي الجميل. انتوا عارفين المناطق الشعبية بقى والناس الجيران من سن ماما كده، ناس كده جميلة، والمنطقة هادية الحمد لله الحمد لله. طول عمرنا مع جيراننا على طول وهم معانا، محبوبين من جيراننا. وماما طبعا عايزة اقول لكم لو غابت يوم الكل بيسأل عليها الحمد لله. ربنا يديكي يا أمي الصحة والعافية ويبارك في عمرك، انتي وكل أمهاتنا وأمهات المسلمين جميعا يا رب، ويرحم أمهات المسلمين جميعا برضو كده يا رب. الأم يا جماعة، الأم ما في بعد الأم، يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا أنا مش بقول شعارات كده مني لنفسي، ده طبعا كلام ربنا ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هنا خليتها قامت من مكان، كنت نظفت بقى الجنب التاني، فقلت لها بقى يا ماما قومي اقعدي في المكان. هي بصي كانت مشغولة قوي في قراءة القرآن، هي بتقرأ سورة الكهف يوم الخميس. اللي تحت الشيلة دول خليهم على الحرف بره عشان يبقوا ايه، يبقوا شادين الشيلة على بره. اللي هو ايه؟ اللي تحت الشيلة دول جوريهم لقدام لبره. اللي هما فين؟ تحت الشيلة. يعني المخدات، يعني انت عايزاه ترفعيهم من بره. ايوه كده.
نفسي اقول لابو احمد لما يجي عليهم على اللي هو عمله ده يعمل ايه؟ يعلي يعني؟ يعلي من ما قدام. تقوليش لان التاني مش هيعمل حاجة، يعني التاني مش هيعمل حاجة. اللخفه يعني اللي اتعمل هيقولك ايه الجديد اللي عايزة تعمله؟ يعني ايه الجديد؟ ايه الجديد على طول احسن. مفيش نفس مادام في حل حطاه تحت اهو، مادام في حل خلاص. مظبوطة كده طبعا، طالعة كده مظبوطة. ولا قصيرة من حتة طولها من من حتة. الشمال من القصيره بس. انزل يعني كده. يعني هو اللي جاي يعمل لك الكنبة اللي انت قاعدة عليها، وايه تاني؟ مش هو بقيه الانتريه ولا ايه؟ اللي هو اللي جوه يعني؟ اه يبقى بالمرة لو في القماش بتاعه موجود. احنا تبع القماش، لو القماش يعمل كل يعمله. لو القماش هيعمل الكنبه والكرسيين ويعمل بقى من القديم ينجده من القديم. فاهماني؟ يعني يشيل اللي عليه وينجده منه فيه؟ يتغسل ويترد تاني. هو رأيه ايه؟ لو القماش ينفع. لو القماش ما كفاش يعني. طبعا هنا كنا بنتكلم على الانتريه، عايزين ان احنا بصوا الانتريه اللي جوه ده ماما لسه مجدداه، والانتريه اللي بره في كنبه كده وفي كرسيين كمان في الغرف جوه. فكانت بتقول لي عايزين نتصل بالمنجد، حد عندنا اسمه ابو احمد، حد كويس وصنايعي كويس يعني. قالت لي عايزين نتصل بيه ونجيبه ياخد الانتريه القديم ده، وهي عندها قماش بالفعل يعني، عشان ينجد الانتريه ويبقى كله كده متنجد، وكل حاجه فيه او كل حاجه في المكان نظيفه. بالنسبه للناس اللي قالوا لي المكان مكتظ بالعفش خفوا منه شويه، عايزه اقول لكم ان كل حاجه محطوطه في مكانها، والمكان الحمد لله رايق وواسع، مش محتاج يعني، مش حاطين حاجه زياده عن مكانها او حاجه مش لايقه في مكانها. لا، ماما حاطه الانتريه في الوش مترتب ومرسوم عليه المكان. حاطه الكنبتين زي ما انتوا شايفين كده في الجناب، برضو مرسوم عليه المكان. مكان الترابيزه، مكان التلفزيون برضو مظبوط جدا وبنفس المقاس المكان. واخدين بالكم؟ وزي ما بقولكم، ممكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن ان هي تتغير، عشان لو عايزين بقى الحق، السجاد بتاع ماما هو اللي عايز يتشال خالص ويجي مكانه الحفاظات او بديل السجاد، علشان يبقى خفيف كده. عشان انا عايزة اقولكم، انا كل لما باجي انضف واروق وكده، السجاد ده بيبقى تقيل جدا جدا. فخلاص بقى، مع التطور ومع الكلام الجميل اللي حصل في الدنيا ده بالنسبة للسجاد والعفش والموبيليا والديكور، كل حاجة بقت خفيفة، ما بقاش فيه حاجة تقيلة. فالسجاد ده بالنسبة لي انا بيبقى، عايزة اقول لكم زي يقولوا كده تهمة يعني. فبطلعه بنفضه كده على باب الشقة، وبعد كده بكنسه بالمكنسة. واخدين بالكم؟ فهو دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون عايزة تتغير في المكان. حاجة تانية وهي الانتريه زي ما بقول لكم كده، ماما يعني في كنبة كده هنا هي قاعدة عليها، وفي كنبة دي ليها كرسيين جوه في الغرف جوه. هو ده بس اللي ايه هنجدده. بصوا بقى هنا، تحسوا كده على طول على طول، تحسوا بريحة النظافة، وتحسوا طبعا وتشوفوا طبعا بعينيكوا الفرق بين قبل وبعد. طبعا هنا خلاص السجاد كنت كنسته بعد طبعا لما اديته كده خبطتين كده على السلم بره. الحافظة دي عايزة اقولكوا بتشيل عننا حاجات كتير قوي برضو،
لاني هي اللي بتلم كل حاجة، يعني بتلم عزكم الله تراب الرجل اللي داخل اللي خارج، فبيبقى سهل طبعا ان هي تتلم على طول كمان وتتنفض. بس انا طبعا علشان انا موجودة فبشيل بقى كله، بشيل السجاد وطبعا بمسح الارض. اهم حاجة طبعا بحط معطر، ماما بتحب ريحة الدنيا كده معطرة وجميلة، بتحب ريحة المسك قوي، فكلنا بصراحة بنحب ريحة المسك جدا يعني في تعطير المكان. وزي ما انتوا شايفين كده روقنا الدنيا، ربنا كده يروق يا رب بالكم وحالكم. هبتدي طبعا ان انا كده اشنكل الشيش. طبعا ناس كتير عارفة يعني ايه اشنكل الشيش، واقفل الستاير كده واخلي الضوء كده خافت كده وجميل، عشان ماما تحس كده بريحة النظافة والجمال كله بقى، واخدين بالكم. بس وده كان هو الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب اتمنى كده يكون عجبكم، يا رب كل اللي كان بيتفرج عليا كده تقوم كده وتتنشط، يديكوا يا رب ويدينا كده الصحة والعافية، ونفضل كده دايما تحت رجل امهاتنا، عشان زي ما بقول لكم حبايب قلبي الجنة تحت اقدام الامهات. وانا بصراحة بصوا بستنشق كده على دعوة حلوة من امي، بصوا بتلكك يعني. الله ينور عليكي، الله ينور عليكي، الله ينور عليكي. ايه يا مامتي عاملة ايه؟ معلش شكلي مش مظبوط وبقيت مية يا عيني يا ربي. ومش عارفة ايه. طب انت عشان عرقي لابسه مرقي. الطرحه يعني وكده، عشان بقى بصور يا ماما، لابسة الطرحة يعني انت عشان ممكن تصوري وما تظهريش، بس تبقي بحريتك يعني، تبقي من غير طرحه يعني. ايه المشكله؟ الحمد لله. انتي عاملة ايه يا ماما؟ ايه رأيك؟ الله تمام ينور عليك، تسلم ايديكي والله، تسلم ايديكي. يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعنا. والله ما بحس بتبقى نظيفه فعلا وجميله لما بتعمليها انت. تسلم ايديكي يا رب، ما تحرمش منك ابدا، يديك الصحه كده والعمر ويرضى عنك يا رب يا رب، يبارك لك في ولادك وفي صحتك، يسترني دنيا واخرة، ويسترك في الدنيا والاخره يا رب. ما يفضحناش ابدا ابدا لا ابدا لا يا ابدا. رب يا رب، ولا انت ولا اللي زيك ولا اي حد يا رب. يبعد عننا كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب يدينا الصحة والعافية، ويرزقنا من واسع فضله يا رب. ويبارك في ولادنا ويبارك في اعمارنا ويبارك في دول عمرك يا يتحطوا ماما، فيه. ويديك الصحة والعافية يا امي.